يصطدم المنتخب المغربي بنظيره الإسباني في مباراة الدور السادس عشر، وتصدر منتخب المغرب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، فيما حل منتخب إسبانيا في المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط. ولم يخسر المنتخب المغربي في مباريات الدور المجموعات، حيث تعادل أمام كرواتيا وفاز على بلجيكا وكندا، فيما فاز المنتخب الإسباني أمام كوستاريكا وتعادل مع الماكينات الألمانية، وخسر آخر مباراة له أمام اليابان. ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب ضد إسبانيا يوم الثلاثاء 6 ديسمبر الجاري بتمام الساعة 5 مساء على استاد المدينة التعليمية. وأعرب الناخب الوطني وليد الركراكي عن طموحه لتجاوز المنتخب الإسباني برسم ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022، مبرزا أن منتخب لاروخا هو الأقرب للفوز. وقال الركراكي في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم: اللاعبون حققوا التأهل وقدموا أكثر مما توقعنا منهم، علينا أن نسعى ما قمنا به في دور المجموعات حتى نركز على ثمن النهائي. كما قال: سوف نواجه أفضل منتخبات العالم من الناحية التقنية، إنهم فريق يحاول أن يسير اللعب ويحافظ على الاستحواذ. في 2018 أثبتنا أننا فريق يستطيع التنافس ضدهم، نتمنى أن نكرر هذا الإنجاز مرة أخرى، واختتم: هدفنا هو التأهل بأي طريقة ممكنة، سوف نحاول أن نجد أفضل تركيبة حتى نشكل تهديدا لهذا الفريق، ولكن بصراحة على الورق هم الأقرب للفوز. بينما التشكيلة الشابة التي تتوفر عند إنريكي الذي اختار جل عناصرها من برشلونة، إضافة إلى كارفاخال وأسينسيو من ريال مدريد، والباقي عناصر متألقة في كبرى الأندية الأوروبية، يريد عن طريقها التألق ولو عن طريق المغامرة، والتي أوقعته وجها لوجه أمام منتخب مغربي منظم قدم إلى المونديال هذه المرة ليس من أجل المشاركة والأداء المشرف، بل من أجل إحراج الكبار والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة. وبما أن الحسابات في ثاني الأدوار ستتغير، على الركراكي اختيار عناصره بعناية من أجل ملائمة منتخب إسباني فيه من السرعة والمهارة، ولو نقصت الخبرة شيئا ما من مقاومات الكبار. وكسر هذا الجيل في هذا الدور المبكر سيكون إنجازا آخر يحتسب لمنتخب ظلمه التاريخ رغم الأداء المتميز والذي ما فتئ يقدمه في المحافل القارية والدولية. إذا كنت كتفرج فينا من يوتيوب وبان لك بلي قناة جرعة كتستحق الدعم ديالك، ما تنساش تابونا، واهم حاجة دير لايك وتبارطاجي الفيديو باش يوصل للناس جداد، وما تنساش تتابعنا على فيسبوك والانستغرام.